مرحبا بك في موقع هوار سبور. اولا كنشكر الموقع ديال هوار سبور على هذه الاستضافه، وكنشكر الناس اللي قايمين على هذا الموقع على حسن الاجابه ديالهم للموقع، ودائما متتبع الشان الرياضي الهواري بصفه عامه، لا كره القدم لا كره السله لا كره اليد، بالرياضه بصفه عامه لمدينه هواره. حسام معروف من متتبعين فريق شباب هواره، يعني واحد بطاقه تعريفيه حسام. اولا حسام من مدينه هواره ومقيم بمدينه وجده، ومتتبع للفريق عن بعد، ما كنجيش نحضر الفريق في التدريب ما كنحضرش داخل الميدان، ولكن المقابلات الخارجيه كنحضر اغلب المقابلات اللي في كازا في الجهه ديال وجده، اغلب المقابلات كنحضر لهم. كمتتبع للفريق الهواري، كيف كيبان لك الموسم الفريض وكيف كتبان لك استعدادات الفريق لهذا الموسم؟ بالنسبه للموسم الماضي راه كان موسم سيء، وكان الفريق يهبط الرجوع ديالو للهوات، وراه شفنا التدفق ديال المكتب المسير، وشفنا اخطاء كثيره. اولا خطا هو الفريق مازال ما كانش عارف راسو واش طالع، وما كان قام بانتدابات وازنه لا جاب لاعبين من الهوات ما عارف راسو واش بروميير سيري دوزيام سيري ولا الهوات. هاد الاخطاء وهاد البدايه هذا الموسم راه المكتب راه تفادى هاد الاخطاء هذه، راه جاب لاعبين بدايه الاستعدادات مبكرا، وجلب لاعبين في المستوى. رانا شفنا اللاعبين كاع اللي جابوا، لا اسماعيل كوحه لا اللاعبين كاملين اللي جابوا راه في المستوى. كمشجع هواري شنو هو المطلب ديالكم لفريق شباب هواره هذا الموسم؟ المطلب ديالنا راه باين، راه كنطالبوا الفريق باش ما يبقاش ديما يلعب على البقاء في القسم الثاني، كنطالبوا باش الفريق باش يسعد القسم الوطني الاول. وهذا الشيء راه هضرنا مع المكتب المسير وراه وصلنا له هذا الميساج هذا، بينما راه حنا كجمهور هواري بصفه عامه كنطالبوا بالصعود. يعني واحد الكلمه اخيره للاعبين ولا للمكتب المسير ولا الجميع اللي قايم على هذا الفريق، يعني شي كلمه اخيره كتبغي تقولها لك كجمهور؟ اولا كنوجه تحيه كبيره لهذا الجمهور الهواري بصفه عامه، والمكتب المسير الصاهر على الفريق اللي كيبذل كل ما بجهده على اداره الفريق، واللاعبين تا هما اللي مشاو العام اللي فات، ولا هاد اللاعبين اللي هادو تا هما كنشكروهم كاملين.